ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، واخيرا وصلت القلاية الهوائية اللي كان نفسي فيها من زمان. بقالي فترة كبيرة محتارة اختار نوع ايه، وسألت كتير ودخلت جروبات كتير عشان اعرف افضل نوع فيهم. كانت المقارنة بين فيليبس وبلاك اند ديكر، بس الحمد لله اخيرا استقريت على فيليبس اكس لارج 6 لتر 1200 جرام. رقم الموديل كتبته على الشاشة. في منها مقاسين تانيين، في اصغر منها 4 لتر بس دي صغيرة قوي تكفي فرد او 2 بالكتير، وفي منها اكس لارج اللي هي 7 لتر، طبعا اكبر من الاكس لارج بس الفرق مش كبير. دي 6 لتر، التانية اكس لارج 7 لتر، فرق لتر واحد بس. ما يستاهلش فرق السعر ده كله اللي بينهم. حتى الحلة الداخلية والشبكة اكبر منها بسنتي او 2 سنتي بالكتير، عشان كده استقريت على الاكس لارج. حبيت اشارككم الفيديو ده وانا بستلم لسه القلايه وبفتح الكرتونه عشان اقولك الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها وانت لسه بتستلميها. اول حاجه زي ما شفتي الكرتونه سليمه من بره، متبرشمه بغلاف شفاف كده. احنا لسه فاتحينه دلوقتي، وجاي معاها الكتالوج والضمان بتاعها، بس طبعا الضمان ده خارج مصر بس، وده طبعا من العيوب اللي انا هقول لكم عليها، ان ملهاش ضمان في مصر ولا وكيل في مصر، واغلب القلايات ملهاش ضمان اصلا في مصر ولا قطع غيار. وباذن الله ما نحتاجوش. قلايه فيليبس ممكن تجيلك بفيشه ثنائيه او فيشه ثلاثيه. انا اخترت القلايه اللي الفيشه الثلاثيه، وعملت حسابي جبت المشترك من قبل ما استلم القلايه عشان اعرف اجربها. اهم حاجه المشترك يكون 16 امبير ومن ماركه معروفه. دلوقتي هحط المشترك عشان افتح القلايه ان شاء الله واشغلها معاكم عشان اطمن انها شغاله كويس ومفيش فيها اي عيب تصنيع قبل ما استلمها، لان سبق اني جبت قلايه من مكان تاني قبل كده طلع فيها مشكله، فيها عيب تصنيع، بس الحمد لله اخدت بالي منه قبل ما يفوت 14 يوم، والحمد لله ان انا اخدت بالي ورجعتها. واخر الفيديو هوريكم القلايه اللي كان فيها عيب تصنيع وهقول لكم اكتشفته ازاي. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل قوي. في حاجه مهمه عايزه اقولك عليها، وانت بتطلبي القلايه لازم تتاكدي ان تكون الكهرباء بتاعتها مناسبه لكهرباء مصر، يعني تكون 50 هرتز او 50 على 60، لان في بعض القلايات بتكون 60 هرتز ودي مش مناسبه لكهرباء مصر، بتشتغل معاكي شويه وبعد كده بتبوظ. انا طلبتها اونلاين. انا هنا فتحت درج القلايه وعايزه اطلع الشبكه من الدور، تسحبي الزرار الشفاف وتضغطي على الزرار الرمادي وتسحبيها لفوق، بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. طبعا الشبكه والحله تيفال، يعني تعامليها معامله الحلل التيفال عشان ما تتجرحش منك ولا تقشر. انا هنا بصيت على الشبكه والحله عشان اطمن ان مفهومش اي تجاريح. ودلوقتي هشوف الجهاز نفسه. هو من بره مصنوع من بلاستيك مقاوم الحراره، لكن من جوه مصنوع من المعدن، وفي فوق هنا شايفه السخان ووراه المروحه. في بعض القلايات من جوه بلاستيك، دي ما حبيتهاش لانها مع درجه الحراره العاليه بتعمل ريحه كده مش حلوه في الاكل، ودي من الميزات اللي عجبتني برضو، وهقولك ان شاء الله في الفيديو الجاي ازاي تحافظي عليها عشان ما تصديش. ودلوقتي انا بحاول اشغلها، ضغطت على زرار الباور وهجرب كل الزراير اللي فيها عشان اشوف مفيش اي زرار معلق، لان هي شاشه تاتش مش مانوال. انا دلوقتي بعمل القايمه والاسهم اللي فوق وتحت بتاع الوقت ودرجه الحراره. الارقام على الشاشه مش باينه عشان عليها لزقه، انا ما حبيتش اشيلها غير ما اجربها الاول. انا اخترت برنامج وهشغلها حوالي 5 دقايق. بكرر عليكي تاني، لازم قبل ما تستلمي القلايه تجربيها عشان تشوفي شغاله كويس وبتسخن وصوت المروحه مش عالي. في بعض القلايات بتيجي فيها عيوب تصنيع ودي ملهاش ضمان في مصر وملهاش قطع غيار في مصر، فما تبقاش مشكله بالنسبه ليكي. ودي الحاجات اللي بتيجي معاها: كتيب تعليمات التشغيل والتحذيرات الخاصه بالاير فراير، لازم تقريها، وكمان فيها طريقه تنظيفها وانا هقراها معاكم اخر الفيديو. وده كتيب خاص بالضمان اللي احنا طبعا قلنا ده خارج مصر فقط، ودي مكتوب فيها شويه وصفات، وفيها ابلكيشن ممكن تربطيه بالموبايل، بس انا ما اهتمتش بيها قوي بصراحه. فيليبس طبعا من احسن الانواع، وكمان معاها براءه الاختراع القلايه، وخصوصا تقنية الرابيد اير تدوير الهواء السريع، وهي 2000 واط و1200 جرام، يعني تشيل 1200 جرام بطاطس وفرخة كيلو ونص. ومن اكتر الميزات اللي بتميزها عن باقي القلايات صوتها هادي جدا. انتوا سامعين صوتها عامل ازاي وانا مشغلاها كده؟ تمام ان شاء الله. ميرسي. الجزء اللي فات من الفيديو ده انا مصوراه من 6 شهور وقت استلام القلايه، مرضتش انزل لكم ريفيو عن القلايه غير بعد اما اجرب كل حاجه فيها واعرف كل مميزاتها وعيوبها عشان انقل لكم تجربتي معاها بامانه. وده المكان اللي انا اخترته ليها، حطيتها هنا في الزاويه عشان اسيب ورا هنا 20 سنتي، ما ينفعش تلزقيها في الحيطه ابدا لان في مكان تهويه من ورا.
وشايفة هنا العلامة بتقولك ان المكان ده بيسخن، بس هو مع استعمالي ليها هي مش بتسخن قوي، هي بتبقى دافية بس، يعني تقدري تحطي ايدك عليها. ولازم تكون قريبة الفيشة لان السلك بتاعها قصير، وممنوع تحطيها في المشترك المتعدد. ايه ده المشترك اللي انا وريتهولك اللي هو بيبقى اكتر من 16 امبير، ولازم يكون من ماركة معروفة وخامة كويسة جدا. هي السلك بتاعها بصراحة قصير، لو كان اطول من كده كان هيبقى افضل. ودي اللزقة اللي كانت على الشاشة، انا طبعا شلتها قبل كده بس بوريها لكم برضو. اول ما تحطي الفيشه هتلاقي زرار الباور ده منور، ده اللي بتفتحي منه وبتقفلي منه، بتضغطي عليه ضغطه طويله هتلاقي الشاشه كلها نورت. هنا القايمه عندك 8 برامج، بتختاري من زرار القايمه اللي هو 3 خطوط فوق بعض ده. اول برنامج للمجمدات زي البطاطس المجمده والستريبس، ثاني برنامج للبطاطس النيه الفريش او البطاطا، وبعدين الدجاج، الاسماك، ده برنامج المخبوزات، قطعه اللحمه دي اللي هي برنامج الشوي الجريل، وبعدها برنامج الخضروات. اخر برنامج ده بيتلخبط فيه ناس كتير، هو برنامج الاحتفاظ بدرجه الحراره. انت لو عامله اكل وخلصتيه ومش عايزاه يبرد، بتحتفظي بدرجه الحراره مدته 30 دقيقه على درجه حراره 80. السهمين اللي على اليمين للوقت والسهمين اللي على الشمال لدرجه الحراره، بتتحكمي في درجه الحراره والوقت يدوي حسب كميه الاكل والتسويه اللي انت عايزاها. يعني مش شرط من البرامج، بس ممكن البرنامج تقللي الوقت بتاعه او تزودي درجه الحراره زي ما انت عايزه حسب الكميه اللي انت حطاها. وممكن من غير البرامج خالص تختاري الوقت اللي انت عايزاه وتختاري درجه الحراره اللي انت عايزاها من غير ما تختاري اي برنامج. الوقت ممكن تظبطيه من دقيقه ل60 دقيقه، درجه الحراره من 60 درجه مئويه ل 200 درجه مئويه اعلى حاجه. وبعد ما تخلصي خالص لازم تقفلي القلايه، تضغطي على زرار الباور ضغطه طويله وتشيلي الفيشه. من التعليمات الموجوده في الكتيب ان لازم تشيلي الفيشه، ما ينفعش تسيبيها وهي مش شغاله. ودلوقتي هنقرا مع بعض كتيب تعليمات التشغيل والتحذيرات الخاصه بالاير فراير، دي ضروري جدا انك تقريها. دي تعليمات خاصه بتنظيف القلايه. اول حاجه لازم تشيلي الفيشه من الكهرباء، ما ينفعش تنضفي القلايه وانت حاطه لسه الفيشه في الكهرباء. بتخرجي الدرج والسله، بتنضفيهم عادي بالميه واي سائل مواعين او في غساله الاطباق، لكن ممنوع تستخدمي اي سفنجه خشنه او سلكه خشنه. وعشان تنضفي الاير فراير من جوه لازم تكون درجه حرارتها بارده. نضفي السخان والمروحه بفرشه. شفت ناس كتير بتنضف القلايه بطريقه غلط بتخليها تصدي، وبينضفوها بمواد كيماويه بتخلي طبقه التيفال تبوظ والاكل يلزق فيها بسبب طريقه التنظيف الغلط. فباذن الله هعمل فيديو كامل ازاي تنضفي القلايه وترجعيها زي الجديده من غير ما تبوظيها. وهنا معلومات مهمه وتحذيرات لازم تقريها قبل استخدام الجهاز. ما ينفعش تحطي القلايه جنب فرن كهرباء او جنب البوتاجاز قريب منه. طبعا جهاز الاير فراير نفسه ما ينفعش يتغسل بميه خالص، وما ينفعش اي سائل يتسرب جوه الاير فراير. لازم تسيبي مش اقل من 10 سنتي من الجهه الخلفيه ومن كل الجهات حوالين الجهاز، وما تحطيش اي حاجه فوق سطح الجهاز، يعني ما تغطيش الجهاز بحاجه ولا تحطي حاجه فوق سطح الجهاز خالص عشان ما تقفليش فتحات التهويه. وافصلي الجهاز دايما عن مصدر الكهرباء بعد استخدامه، يعني لازم تشيلي الفيشه بعد ما تخلصي وتسيبي الجهاز يبرد لمده 30 دقيقه قبل ما تستخدميه مرة تانية أو تنضفيه. الأكل ما ينفعش يلامس السخان، يعني ما تعديش علامة الماكس اللي هم راسمينها في السلة. ودلوقتي هقولك عملت ايه قبل أول استخدام عشان أنضفها وأعقمها من أي مواد تصنيع قبل ما أحط فيها الأكل. غسلت الحلة والشبكة بمية وأي سائل مواعين عادي، ودهنتها كلها بزيت وسبتها ليلة كاملة لتاني يوم عشان التيفال احافظ عليه لاكتر وقت ممكن. الحركة دي احنا بنعملها في كل الحلل التيفال الجديدة. اما الجهاز نفسه بفوطة مندية مية خفيف وشوية خل وتعصريها كويس، لان احنا قلنا القلاية من جوه ممنوع يوصل لها اي مية او اي سوائل. وبمسح السخان والمروحة وكل الجهاز من جوه واسيبه يتهوى لتاني يوم. وطبعا تاني يوم هغسل الشبكة عادي والحلة وانشفهم كويس. ما ينفعش تدخلي الحله والشبكه جوه القلايه وهما فيهم اي ميه. طبعا اي قلايه اول مره هتشغليها لو حطيتي فيها اكل هتحسي ان في ريحه بواقي تصنيع، في ريحه مواد كيماويه كده. فعشان تتجنبي الموضوع ده بعد ما احنا غسلناها وعقمناها كويس جدا، حط قطعه عيش مثلا وشغلي القلايه عليها ربع ساعه، هتلاقيها امتصت كل روايح مواد التصنيع. الطريقه دي اعمليها في اي نوع قلايه انت جبتيها عشان تضمني ان ميبقاش فيه اي ريحه في الاكل من بواقي مواد التصنيع. ودي بعض الاكلات اللي جربتها في القلايه الهوائيه، هعملها معاكم باذن الله وهقولك ازاي تطلعيها مظبوطه من اول مره. لو انتي مهتميه بالقلايه الهوائيه واكلاتها ووصفاتها، ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. ويشرفني ان اعرف من اي بلد بتشاهد الفيديو،
واكتبي لي اي سؤال في التعليقات وهرد عليكي. ودلوقتي هوريكي القلايه اللي جبتها قبل كده وطلع فيها مشكله عيب تصنيع، والحمد لله اخدت بالي منه ورجعته في خلال 14 يوم استبدال. سامعه صوتها عامل ازاي؟ كان صوتها عالي جدا وفي صوت مش طبيعي في المروحه، كذا مره جربتها نفس الصوت، في رفه غريبه في المروحه. طبعا قلايه فيليبس معروف ان هي صوتها هادي جدا، على عكس دي كانت صوتها عالي قوي. حذركم برضو عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتستلموا القلايه. وفي حاجه كمان دلوقتي في نازل من القلايه دي وانواع كتير نازله بسعر رخيص جدا، في قلايات مش اصلي مضروبه وفي ناس كتير اشتكت منها. يا ريت اكون قدمت لكم اي معلومه مفيده في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.